السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض جاتوه الفانيليا الاقتصادي في الخلاط بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. طبعا شهر رمضان داخل علينا، وشهر رمضان بيحب الحلويات، والحلويات بتحب شهر رمضان، وبتحب العزومات واللمة، وحلويات رايحة وحلويات جاية. فما ينفعش بقى شهر رمضان يعدي من غير ما ناكل جاتوه فانيليا كده مع بعض بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. مكوناته متاحة وموجودة في كل بيت ومش مكلفة خالص خالص، لان زي ما احنا عارفين طبعا ان الاسعار غالية وبقت نار. فاحنا من كوبايتين ونص دقيق هنعمل 17 قطعة جاتوه، يعني دستة وخمس قطع جاتوه من كوبايتين ونص دقيق. تعالوا نشوف هنحتاج ايه وهنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة معانا كوبايتين ونص دقيق يكون منخول اكتر من مرة، ونص كوباية زيت، انا بعاير بالمج الموجود في كل بيت اللي هو بتاع الشاي، وكوباية سكر حب، وكوباية لبن حليب، ومعايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لان لو البيض ساقع الكيكة دي مش هتبقى هشة معايا. ومعايا بيكنج باودر كيك شيف، وكيس فانيليا، ومعلقتين 2 كبار خل، وكمان هحتاج 3 معالق كبار نشا. اول حاجه معانا احنا هنعملها هنبتدي نحضر المكونات الجافه مع بعض. احط 3 معالق كبار نشا على الكوبايتين ونص دقيق، وافتح كيس البيكنج باودر واحطه على الدقيق برضو، واقلبه تقليبه كده بسيطه. ومعايا برضو ربع معلقه صغيره من الملح، بس الربع معلقه الملح الصغيره ديت مش هحطها على الدقيق المره دي، هحطها مع البيض وهو بيتضرب في الخلاط، وهقول لكم ليه دلوقتي. اول حاجه معانا هنجيب بقى الخلاط بتاعنا، ونحط في قلب الخلاط بتاعنا الثلاث بيضات اللي بدرجه حراره الغرفه، واحط عليهم كيس الفانيليا، وربع معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الخل، ونضربهم كويس جدا جدا في الخلاط. ليه بقى احنا حطينا ربع معلقه صغيره من الملح على البيض ونضربها مع الفانيليا والخل؟ عشان خاطر لما الملح بينضاف على البيض ويتضرب في الخلاط، الملح بيخلي البيض يعمل رغوه كده وفوم، وده بيكون اول سر من اسرار ان الكيكه تبقى هشه وطريه معانا. بعد ما ضربناها في الخلاط بنزل عليها بكوبايه من السكر الحب، سكر حب عادي جدا بس يكون سكر فاتح عشان خاطر الكيكه ما تبقاش لونها غامق معانا. وبعد ما انزل بالسكر بنزل كمان بكوبايه لبن حليب، وارجع اضربهم تاني في الخلاط كويس جدا جدا لحد السكر ما يدوب ويختلط مع اللبن والبيض وكده. تمام كده. نيجي بقى للزيت بتاعنا. ما ينفعش نحط الزيت كله مرة واحدة على الخليط عشان خاطر الرغوة والفوم اللي عملها الخليط ما تهبطش مننا، يبقى بننزل بالزيت كده على الخليط سرسوب سرسوب وهو بيتضرب في الخلاط. نيجي بقى للخليط بتاعنا، يا اما نحط الخليط على الدقيق على مرتين مثلا ولا حاجة، يا اما نحط الخليط في بولة او طبق وننزل كده بالدقيق على الخليط بتاعنا السائل واحدة واحدة وبالتدريج، ولازم نقلب في اتجاه واحد. ليه بقى؟ عشان خاطر الهواء اللي اتكون مننا واحنا بنعمل الخليط ما يخرجش بره الخليط، عشان خاطر الهواء اللي اتكون دوت بيساعد الكيكة انها تنفش وتبقى هشة وطرية معانا. عشان كده لازم نقلبها في اتجاه واحد، ونكون مولعين الفرن قبل ما ندخل الكيكة قبلها ب10 دقايق، عشان خاطر لو ولعنا الفرن اكتر من 10 دقايق قبل ما ندخلها الكيكة دي اول ما تدخل الفرن معانا هتعلى على طول وتبقى معجنة من جوه. تمام كده. يبقى مدخلها على فرن درجة حرارة متوسطة في النص، بس بنولع من تحت بس. على حسب ما بتاخد معاكم. انا خدت معايا ربع ساعة بس. بفردها بقى في صاج، انا عندي صاج 40 في 40 كان مسهل عليا الدنيا. لو انتم عندكم مثلا صينية 30 في 40 مفيش مشكلة عادي، صينية اللي هي المربعة عادي، الصينية الاكبر صينية في الطقم اللي هو الثلاثة دول مفيش مشكلة عادي. بجيب معلقة او عصاية شيش واعمل فيها الحركات زي ما انتم شايفين دي. الحركات دي بقى ليه؟ عشان لو في فقاعات من الهواء في قلب الخليط كده تروح. وكمان الحركة دي بتقلل المسام الواسعة في قلب الكيكة. وبخبطها كده خبطتين اتنين وبدخلها الفرن. على حسب بقى، لو انتم عاملينها في صينية صغيرة بتحتاج وقت طويل في الفرن، بتحتاج مثلا 30 دقيقة، بس انا عشان عاملاها في صاج مفرود وكبير 40 في 40 خدت معايا ربع ساعة بس. بندخل بقى الخيل عصاية الشيش او السكينة فيها، لو طلعت ناشفة يبقى مستوية، لو طلع فيها عجين لسه يبقى لسه محتاجة سوا. زي ما انتم شايفين كده بعد ما طلعتها من الفرن سبتها ترتاح وتهدى خالص.
وطبعا نراعي لو احنا حاطين الخليط في صينيه صغيره، طبعا ما ينفعش نفتح عليها الفرن قبل 30 دقيقه عشان خاطر ما تهبطش مننا. بس انا طبعا عشان خاطر حطاها في صاج كبير ومفرود ما خدتش معايا تسويه اكتر من ربع ساعه، ففتحت عليها الفرن قبل كده عادي جدا. وبعد طبعا ما طلعت معايا سبتها تهدى وترتاح وتبرد، وجبت بقى المزوره وقستها كده، هقسمها بالنص، كل جزء 20 في 40 عشان خاطر انا هعملها طبقتين اتنين بس. لو انتم حابين تعملوها اكتر من طبقه مفيش مشكله عادي. ومعايا الكريم شانتيه بتاعي، كوبايتين كريم شانتيه خام، عليهم نص كوبايه سكر، وعليهم كوبايتين ميه ساقعه متلجه فيها تلج. التلج هو اللي بيخلي الكريم شانتيه ينفش ويعمل فوم معايا زي ما انتم شايفين. حطيت بقى كده اول جزء وحطيت الكريم شانتيه وفردته، وانا بقى للاسف وبحط الجزء التاني من الكيكايه كده عليها، حته اتكسرت منها. مفيش مشكله عادي جدا، هتتضرب الكريمه وهتبقى حلوه. لان زي ما انتم شايفين قد ايه الكيكه كانت طريه كده ورفيعه كده وجميله ما شاء الله عليها. وبحط بقى عليها الجزء التاني من الكريمه كده، وبرده بسهل على نفسي عشان بحط الكريمه في قلب كيس تلاجة. لو مش حابين خلاص مفيش مشكله عادي. بفردها بقى كده باي حاجه عندي، سباتيولا او مثلا بسكينه، زي ما انتم الحاجه المتاحه عندكم استخدموها، ما تصعبوش على نفسكم خالص. وبعد ما فردتها بقى بجيب بقى البتاعه بتاعه الجزر، القطاعه بتاعه الجزر دي، واعمل بقى اشكال كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بشيلها احطها ساعتين في الفريزر عشان اعرف اتحكم فيها واعرف اقطعها كويس. بس انا سبتها نص ساعه بس، كنا مستعجلين عليها. وبعد ما طلعت بجيب بقى السكينه بتاعتي واسوي بقى الحروف بتاعتها كده زي ما انتم شايفين. اي حاجه مش متساويه كده، اي حته طالعه عن حته تانية بسويها كده زي ما انتم شايفين. ويكون معايا منديل امسح بالسكينه بين كل تقطيعه والتانية، او يكون معايا ميه بتغلي بحط فيها السكينه. بروح قايسه الجزء دوت، انا كنت مقطعه الجزء 20 في 40، فباجي كده عند ال20 وبقسمها. كل جزء لوحده يبقى 10 في 40 بالطول، بقسمها نصين اتنين زي ما انتم شايفين كده. اظن الفيديو مش محتاج شرح خالص، عشان خاطر هعمل جزء مثلثات والجزء التاني هعمله كده طويل، جاتو طويل. فبقطع القطع طول 10 وعرضها 4 سنتي، فعملت معايا زي ما انتم شايفين كده. خدت العلامات بالسكينة، خدت العلامات كلها كده مرة واحدة كده بالسكينة. وبعد كده بروح مقطعة كده مرة واحدة زي ما انتم شايفين. وجات هنا قسمت الجزء دوت على 4 قطع، اهو يعني كل قطعة 10. وباجي كده في النص واروح قاسمة المربع نصين مثلثات كده زي ما انتم شايفين. بيكون طبعا محضره معايا برضو كريم شانتيه في قلب القمع، بعمل بيه وردات بسيطه خالص خالص كده زي ما انتم شايفين. اي حاجه متاحه عندك ممكن تسيبوها على كده عادي، مش مشكله عادي. ورشه سوداني كده على وشها ورشه جوز هند وخلاص والموضوع منتهي. حابين عندكم فاكهه ولا حاجه مفيش ماشي حطوا، مفيش خلاص. ومعايا هنا بقى دوت مربى حليب انا كنت عاملاه، هحط لكم الطريقه بتاعتها في صندوق الوصف. زي ما انتم شايفين كده عملتها بالتعريج زي ما انتم شايفين. وكان عندي بقى بسكوت وفراوله، فبشكل بقى واعمل الاشكال اللي انا حباها. اي حاجه هتكون متاحه عندك حطيها، ما عندكيش سيبها على كده عادي خالص، مش مشكله عادي جدا. فجربوها اكيد هيعجبكم. وكفايه ان الحاجه اللي انت عاملاها ونضيفه على ايدك دي كفايه لوحدها. ويلا بقى، سلام عليكم، باي باي.